قال لك ورا الشيء يعني أخفاه. ورا الشيء يعني أخفاه. لذلك التورية هنا في البلاغة هي كلمة لها معنيين. واحد خفي هو ده اللي احنا عاوزينه، والتاني ظاهر احنا مش عاوزينه. يبقى الكلمة لها معنيين، في واحد معنى ظاهر لكل الناس ده احنا مش عاوزينه، عاوزين بقى المعنى ايه؟ المعنى اللي مستخبي، هو ده اللي احنا عاوزينه. طيب مش فاهم، سيبك طيب من اللي موجود في المذكرة ده وركز معايا شوية. ركز معايا. احمد شوقي كان قاعد مع حافظ ابراهيم والاتنين كانوا صحاب قوي، والمثال ده يمكن انت سمعته قبل كده ولكن في ناس ما سمعتهوش، فركز معايا عشان تفهم يعني ايه معنى تورية. احمد شوقي كان قاعد مع حافظ ابراهيم، والظاهر كده ان احمد شوقي كان مزاجه يعني مش ولا بد، مش مظبوط شويه. فقال لك حافظ ابراهيم عكسه شويه، فقال له ايه بقى؟ قال له يقولون ان الحب نار ولوعة، فاش حاجة، فما بال شوقي اليوم باردا. طيب بيقول له يقولون أن الحب نار ولوعة، دي تعتبر قرينة. يعني ايه قرينة؟ هقول لك الشطر الثاني وانت تفهم. فما بال شوق اليوم باردا، هنا بقى المفروض ان طالما هو بيتكلم على الحب يبقى شوقي اللي هي مشاعر حافظ ابراهيم فاصبحت بارده، مش حاسس باي نوع من انواع الحب النهارده. يبقى ده المعنى الظاهر اللي احنا مش عاوزينه. امال هو عاوز ايه؟ هو بيقول على شوقي اللي قاعد معاه هو انت مالك بارد ليه كده النهارده؟ خلاص، يبقى دي التوريه. يبقى في معنى ظاهر انا مش عاوزه اللي هو الاشواق، والمعنى الخفي اللي هو عاوزه او يقصده ان هو عاوز يقول له يا شوقي مالك بارد كده ليه دلوقتي؟ مالك بارد كده ليه؟ طيب شوقي بقى هيسكت؟ لا، هو كمان هيرد عليه. هيقول له ايه بقى؟ هيقول له اعطيت الانسان والكلب امانة فضيعها الانسان والكلب حافظه. طبعا انت كده فهمت المعنى. هو عاوز يقول له يعني انا بدي لك الانسان والكلب امانه، فالانسان ضيع الامانه والكلب هو اللي حافظ الامانه. طبعا هو ما يقصدش هنا الكلب لان ده المعنى الظهير طبعا، وهنا دي القرينه بتاعته. لذلك الناس اللي ما بتعرفش تفرق ما بين المعنى القريب والمعنى البعيد، دور على القرينه وهي اللي هتفهمك. دور على القرينه اللي في الشطر الاولاني واول الكلمه اللي قبلها وهي هتفهمك. طبعا والكلب حافظه طبعا يقصد حافظ ابراهيم. خلاص، يبقى هنا التورية في معنى ظاهر انا مش عاوزه، وفي المعنى الخفي هو ده اللي انا عاوزه. خلاص، او كما قال شاعر كان بيداعب اخوه، يعني اتجوز واحده كبيره في السن والظاهر هي كانت وحشه شويه، فبيقول لك ايه؟ تزوج اخي من شيخه ليس لها عقل ولا ذهن، إذا ما ظهرت صورتها في الدجى اللي هو الليل شديد الظلام يعني، فزع من مرأى وجهها الجن، وقائل قال وما سنها، قلت وهل لها سن، وقائل قال وما سنها، فقلت وهل لها سن. طبعا سن دي ليها معنيين، ممكن تكون بمعنى الظاهر اللي هو السن، يعني بيسأل على العمر، ولكن هو ما بيتكلمش على العمر، بيقول لك دي سنانها واقعه يعني وست عجوزه. خلاص، طيب نرجع بقى تاني للمذكره بتاعتنا. انت كده فهمت التوريه وبقيت جامد جدا فيها. تعالى بقى نشوف الامثله. يقول الشاعر ايها المعرض عنا حسبك الله تعال. هتلاقي تعال دهيت اللي هي ليها معنيين. المعنى القريب
لان القرينه هنا هو بيتكلم على ربنا سبحانه وتعالى، واحنا لما بنتكلم على ربنا بنقول قال الله تعالى. يبقى المعنى الظاهر ان هو تعالى يعني على وارتفع وجل شأنه، انما المعنى البعيد اللي هو ايه؟ اقبل يعني انا عاوزك تعالى. طيب مثال تاني: ولا برحت مصر أحق بيوسف من الشام ولكن الحظوظ تقسمه. كلمة يوسف هنا ليها معنيين، المعنى القريب اللي هو غير مراد اللي هو يقصد بيه سيدنا يوسف عليه السلام، انما المعنى البعيد هو يقصد ايه؟ اللي هو يقصد صلاح الدين الايوبي، وهو ايه؟ شبهه بسيدنا يوسف عليه السلام. طيب كيف يشكو من الظمأ من له هذه العيون؟ ده بقى عندي هنا الظمأ اللي هو ايه؟ اللي هو يا باشا العطش. مش مستاهله نمسح. الظمأ اللي هو العطش، دي بقى القرينه بتاعتك. يبقى من له هذه العيون يبقى بيتكلم على ايه؟ على الآبار، وده غلط، هو بيتكلم على عيون المحبوبة، يبقى في معنى قريب ومعنى بعيد. طيب التورية بتعمل ايه؟ سر جمالها ايه؟ إثارة الذهن وجذب الانتباه.